واليوم وصفتنا كيك الشوكولا بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة موجودة بكل بيت. رح نحكي كمان على سر نجاح نفخة الكيك ليكون طري وهش بنفس الوقت. بالبداية منحط بيضتين كاملات مع كاسة سكر ومنضيف زر فانيل ومنبلش بعملية الخفق. ومثل ما قلنا انه اهم سر من اسرار نجاح الكيك هو انه مدة الخفق لازم تتراوح بين 5 ل 8 دقايق او لبين ما يوصل معنا المزيج للون الابيض. وهون عندي كاسة ونص حليب مع نص كاسة زيت نباتي بحرارة الغرفة ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. منحركهم شوي ومنضيفهم على المزيج ومنضيف ربع معلقة قرفة وربع معلقة قرنفل مطحون ومنبلش بعملية الخفق ليتجانس المكونات مع بعض. وهلأ دور المواد الجافة. عندي هون كاستين طحين لجميع الاستعمالات مع نص كاسة كاكاو خام غير محلى. مننخل كتير منيح الطحين مع الكاكاو مع ظرف بيكنج باودر. بعدين منضيف المكونات الجافة على المزيج ومنبلش بعملية الخفق. وهلأ رح نحكي عن تاني سر من أسرار نجاح نفخة الكيك، إنه بالمرحلة الأولى منخلط المواد السائلة مثل الحليب الزيت والبيض، وبعدين بالمرحلة الأخيرة منضيف عليهم المواد الجافة مثل الطحين والكاكاو والبيكنج باودر. وهلأ بعد ما انخلط عنا المزيج بشكل كتير منيح منجيب قالب الكيك المتوفر عندك بالبيت. أنا عندي هذا الشكل، ضفت عليه معلقة زيت نباتي ودهنته بطريقة كتير منيحة مشان يمنع التصاق الكيك. وبعدين ضفت المزيج على القالب، ومن قبل أنا بكون محمية الفرن فوق وتحت مع المروحة على درجة حرارة 185. بحط المزيج بالفرن لمدة تراوح بين 45 ل 50 دقيقة. وبعد مرور 50 دقيقة صار وقت انه طلع الكيك من الفرن، ومثل ما كنتم شايفين النتيجة كتير حلوة والريحة كتير بتشهي. بتمنى منكم تجربوا وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وبشوفكم بالفيديو اللي جاي.